السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قرب رمضان. اللهم بلغنا رمضان على لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. بالله عليكم بقى ما تنسوش باللايك. هنبتدي معاكم إن شاء الله تعالى برج الدلو. نبتدي أول شهر مارس، أول أسبوع في شهر مارس. بسم الله كده. اول حاجة يا برج الدلو، انت عندك يا برج الدلو، بص انت عندك يعني طاقتك جميلة جدا الايام ديت. الفترة دي عندك طاقتك حلوة، خير، في طاقة خير. ما عندكش الحمد لله في حاجات مش كويسة، لا الحمد لله عندك حاجات حلوة 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 كتير، وفنجانك جميل على فكرة. بس في حاجة بس هتزعلك، بس هقولها لك دلوقتي، خليكم بس معايا لاخر الفيديو وهتسمعوا الفيديو للاخر. عندك كمان، بص هو مفيش اللي عندك اللي هو ايه، عدو واحد بس اللي هو اهو، بس مش من دمك، حد بعيد. زي مش عارفه اقول لكم ايه، صاحب سلفة جارة، المهم هو مش من دمك. تمام. وعندك واحدة بثلاث اللي بوشين، اللي بيقولوا عليها بوشين، لا ده دي ما شاء الله مفرعة، يا عاملة زي اللي ام 44 مفرعة في حياتك. الحمد لله اكيد عارفينها طبعا. بس عندك حاجه حلوه قوي قوي يا برج الدلو، شوفوا اهو، عندك حرف الام اهي، حرف الام اهو، ما شاء الله اهوت، شايفينه اهو، انا عايزه اقربه لكم شويه اهوت. وعندك قلب ووردة، يعني الحرف الام ده بيعني لك حاجة حلوة، بيعني لك حاجة جميلة. ممكن يكون مش شرط يعني لك حبيب، يعني ممكن هو حبيب بس مش شرط يكون حبيب يعني اللي هو زوج والكلام ده. لا، ممكن يكون اخوك، صاحبك، قريبك، حد انت بتعزه وبتحبه قوي قوي، الشخص ده حرف الام ده. تمام. وعندك طبعا عندك عصفورة اهي، عندك رزق جايلك ان شاء الله، جايلك رزق حلو ان شاء الله، ان شاء الله برج الدلو الفترة اللي جاية ان شاء الله. عندك رزق حلوة وعندك طاقتك حلوة. احلى حاجة فيك اللي انت بتعافر، اللي انت مش بتدي للناس فرصة. الفترة دي احلى حاجة فيك اللي انت عدت شخصيتك قوية، ما انت عدت الطيابة كان زمان دي تسيبك منها، يعني انت حاسس كده اللي انت اتغيرت، عدت بتاخد قرارك بايدك، ده ميزة حلوة فيك. ده بالنسبة للطبق. ماشي، اهم حاجة بالله ما تنسوش بقى باللايك. هنبدأ الفنجان. بسم الله. بص بقى، انت عندك، بص بالنسبة للحياة العملية طريقك جميل ما شاء الله، في خير قادم ان شاء الله ليك. وعندك، بس انت عندك مشكلة بقى يا برج الدلو، لو هقولها لكم فلوس، اللي هو انت عندك، بص يعني كان عندك نصباية اهو، عندك نصب. تمام، هنجيبها لكم اهي. كان عندك نصب، في حد نصب عليك يا برج الدلو في الفترة ديت، بس النصبة ديت انت كنت يعني مش عارفة، كان مشروع، كان حاجة، يعني انت كنت داخل حاجة والحاجة دي خسرت او اتنصب عليك فيها. تمام. بس ان شاء الله ربنا عوضك خير 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 كبير، بدل المبلغ اللي انت خسرته ده، ربنا عوضك خير مبلغ تاني خالص في حاجة انت ما كنتش تتوقعها. يعني ربنا يعني عندك امل، لازم يكون عندك امل في ربنا كبير، ان شاء الله خير. وعندك كمان، بص يا برج الدلو، عندك حاجة حلوة كمان. عندك اللهم صل على النبي، كمان عندك ايه، في طبعا عندك جواز او فرحة. م? بس الفرحة دي جايلك الايام اللي قادمة ان شاء الله، بعد العيد، على بعد العيد ان شاء الله. وعندك كمان ايه اللي هو اللي في حد مريض عندكم اهو، ده شايل هو تعبان، بس ان شاء الله ربنا يرضيك، يعني ربنا يشفيه ان شاء الله، ويشفيه باذن الله، لان تشوف الناس متجمعه وخير ان شاء الله عليك. وعندك كمان، بص انت عندك في حياتك في شخصين، واحده قصيره وواحده طويله. الطويله دي بتحب ليك الخير، حبيبتك قريبه منك كتير، يعني بتحب لك الخير قوي. انهم القصيره دي بتكنها صفرة، هما اختين، ما اعرفش بقى سلايف قرايب، الله اعلم. بس هما الاتنين دولت فيهم واحده قصيره مش بتحب لك الخير خالص، احذر منها. وعندك كمان انت شاغل بالك في موضوع، شاغل بالك الايام دي الفتره ديت، وتفكيرك كله رايح له.
بس انت حاول ان انت تروق دماغك، يعني ايه، ما تحطش في دماغك وتشيل دماغك من المواضيع دي كلها. تمام. وعندك كمان انت والشريك الحمد لله في هدوء في العلاقة العاطفية، انت في هدوء في بيتك، في هدوء الحمد لله، في تفاهم، في يعني حاجة كويسة انك انت يعني الشريك بيعني لك كل شيء الفترة دي، وان انت عندك رضا كده، وفي الحمد لله بينك وبين نفسك كده انت بدأت ترضى بعيشتك وبحياتك رغم التغيرات اللي انت فيها، رغم ان انت الناس كل يعني عارف بيقولوا انت في الفترة دي انت تجاحد، ما عدتش زي الاول حنين ولا الكلام ده، لا، انت اتغيرت من اللي انت شفته منهم. بس من جواك برضو يعني احلى حاجة فيك ان انت بدأت تفهم الناس اللي حواليك، وربنا يكرمك يا رب ويرضيك خير بإذن الله. وعندك كمان ايه، اهو بص، عندك كلام نم بقى، وعارفينه بقى النم والكلام والحاجات دي كلها، بس ربنا ان شاء الله بنصرك عليهم ان شاء الله. وطبعا عندك اهوت الناس يعني مش سايبينك في حالك، في ناس مضطهدينك مش سايبينك في حالك، يعني ايه، بيحاولوا يحشروا مناخيرهم في حياتك. يعني اهي في واحدة اهي كمان اهي زعلانة، حد في حد زعلان منك او زعل، يعني حاول ان انت تصلح ترضي الناس اللي حواليك قبل دخول شهر رمضان. لو مخاصم حد حاول ان انت ترضيه، يعني حتى لو هو غلطان معلش خليك انت الاحسن، عشان بس شهر رمضان عشان تقبل الاعمال على خير باذن الله. آه وفي عندكم برضو في ناس في منكم في عنده حد كان حد شغله في الفترة ديت حبيب او حاجة، اهو اهوت في بس شغلك او حاجة، بس ربنا ان شاء الله يعني هو بدأ يعني مش قادر ينساك، بدأ يفكلك البلوك، هيبدأ الفترة اللي جاية دي هيفكلك البلوك، يعني هيرجع لك تاني ندمان ومكسور ليك. بس انتي حاولي ان انت ايه مش توافق على طول، اصبري عليه، اصبري عليه شوية، ما ترديش من اول مرة، يعني خليكي كده اتقلي، معنى اصح اتقلي، حاولي تتقلي عشان هو يعرف قيمتك ويقدرك، مفهوم؟ حتى لو انت اللي غلطانة اتقلي وحاولي عشان يقدرك، مش هقول اكتر من كده. وانت طبعا في الايام اللي جايه زي ما قلت لك ربنا يعوضك، وهتمسك مبلغ مالي عمرك في حياتك يعني ما مسكته في الفتره دي خالص، وانا اعوضك خير يا برج الدلو، وان شاء الله ان شاء الله خير، ان شاء الله خير كتير كمان جاي لك، عشان انت صبرت على الفترة اللي فاتت دي كلها، صبرت كتير، بس ربنا عوضك خير. هو تعويض هيجيلك من مبلغ، من مثلا مش عارفة من قضية، تعويض اي حاجة كانت عندك وكنت مش مصدق ليها ترجع لك تعويض، الحمد لله جالك تعويض. وكده الفيديو خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله عليكم متنسونيش بقى في اللايك.